النداهة خطفت الطفل من على المركب. راجل في التلاتينات كان رايح مشوار عند ناس قرايبه، وكان واخد اخواته الصغيرين معاه. المهم عشان يوصل لبيت قرايبه لازم بيركب مواصلتين، وبعد كده بينزل يركب المعدية عشان يعدي النيل الناحية التانية. المهم الراجل ركب هو واخواته المعدية، والمشكلة ان كان ساعتها الوقت متأخر بالليل. فضلت حاجات غريبة تحصل في المركب، ان المركب بتروح يمين وشمال بطريقة غريبة، لكن حاجة بتخبط فيها من تحت. وهنا تبدأ الناس تتفزع وتخاف ويجروا يمين وشمال من كتر الخوف. ومع الهز الكتير في المعدية في ناس كتير بدأت تقع في المية. والراجل التلاتيناتي ده قام وبدأ يساعد الناس، ونسي ان اخواته معاه. وهنا كان الهدف الرئيسي انه يتلهي عن اخواته. فجأة في وسط الزحمة وفي وسط الدوشة وفي وسط ما هو بيساعد الناس، بيبص بالصدفة على اخواته عشان يطمن عليهم بالصدفة كده يعني. وهنا الراجل يتصدم وما يعرفش يتحرك لما يشوف ايد لونها اسود ورفيعه جدا طلعت من الميه لحد المركب، وفضلت تتمد واحده واحده لحد ما وصلت عند اخ من اخواته، راحت سحباه ونزلت بيه تحت الميه. والراجل هنا ما قدرش يتحرك مكانه ولا يتصرف ولا يعمل اي حاجه من كتر الصدمه. ولما النهار طلع الناس بلغت البوليس، وجه البوليس وفضل يدور، ولقوا ان جثه الطفل على وش الميه وما كانش فيها اي انتفاخات ولا مبيضه ولا اي حاجه، اكنه كان عايش تحت الميه. متنساش تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام.